احلى مسا على اجمد دبابات. انا حسن رضوان، والنهارده جايب لكم اخر تمرينه في السايكل، تمرينه الدراع. هتلاقي السايكل كامله على اليوتيوب، وهحاول اخلي لكم السايكل كلها في فيديو واحد عشان تبقى اسهل لو عايز تراجعها او عايز تتمرن. وما تنساش لو فيديوهاتي بتعجبك وبتستفاد منها تشجعني وتعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناه اليوتيوب. لو انت على التيك توك اعمل لي لايك وفولو، ويلا بينا نبدا التمرين. تمرينة الدراع هتبقى ماشيه معانا النهارده زاويه وزاويه، زاويه بايسبس وزاويه ترايسبس. اول زاويه هنبداها وهي البايسبس، هتكون على الكابلات من تحت بهندين يكونوا منفصلين زي كده. ممكن تحط التي ار اكس زي ما انا بلعب، وهيكون بنفس التكنيك اللي احنا متعودين عليه. 25 عده متقسمين، 5 عدات ايدك الاتنين مع بعض، 5 يمين 5 الاتنين مع بعض، 5 شمال 5 الاتنين مع بعض. وطبعا الايد اللي ما بتلعبش بيها بتكون ثابته تحت، ما بتشيلش الوزن خالص، وتحاول تحمل على الايد التانية اللي شغاله كويس على البايسبس. بعد كده الزاويه التانية هتبقى ترايسبس على الكابلات، نفس الفكره، عندين منفصلين، نفس التكنيك بتاعنا. 25 عده، 5 عدات ايدك الاتنين مع بعض، 5 يمين 5 الاتنين مع بعض، 5 شمال 5 الاتنين مع بعض. ونفس الفكره برضو، الايد اللي ما بتتمرنش بيها بتكون ثابته ما بتشتغلش ومش زقيقها لتحت. عايزك وانت بتلعب التمرين ده توطي جذعك كده لتحت، وتخلي كوعك كله لقدام، وتخلي كل الزقه بتاعتك تكون لقدام. هتحس بالترايسبس احسن بكتير. هندخل بعد كده على الزاويه الثالثه، هنكون بايسبس بالبار الستريت، ويا ريت يكون البار الكبير الاولمبي اللي بتلعب بيه ظهر وسكوات. امسك في مستوى كتفك بالظبط، وخلي كوعك ثابت على قد ما تقدر. اتني ركبتك سنه صغيره، زوق الارض جامد، هتلاقي نفسك ثابت اكتر وما بتحملش على ظهرك خالص. يلا بينا على الزاويه الرابعه، هتبقى ترايسبس. هنلعب بالبار الستريت، ممكن تلعبها على السميث زي ما انا بلعبها كده، او ممكن تلعبها بالبار الحر لو ما فيش سميث عندك. بس السميث هيكون افضل شويه في التركيز على الترايسبس. خلي البار ينزل تحت صدرك على طول، خلي ايدك مقفوله زي ما انت شايف كده، وخلي كوعك على قد ما تقدر مضموم عشان الترايسبس هي اللي تشتغل معاك مش كتف. الزاوية الخامسة واللي قبل الأخيرة هتبقى بريتشر بايسبس كيرلز، هتلعبها بالزجزاج على الكابلات. تاخد الكرسي البريتشر اللي هو الارتكاز تحطه على الكابلات، وتمسك الزجزاج من تحت ضيق، وتلعب كأنك بتلعب بالبار الحر بالظبط. الزاوية اللي أنا بلعب عليها دي هي زي الكابلات بالظبط، بس أوزان حرة، فيفضل طبعا إنك تلعب على الكابلات. والتب الصغير اللي هديها لك في زاويه زي دي، حاول دايما تخلي كتفك مريح خالص على الكرسي، والترايسبس مريحه عشان البايسبس تشتغل معاك فول. واخر زاويه معانا هتكون سكال كراشر على الكابلات. هتحط الزجزاج من تحت، وتخلي الكرسي الانكلاين اللي انت بتلعب عليه جست تخليه مرفوع درجه صغيره خالص، بحيث انك تعرف تعمل ستريتش للاخر تحت وفوق. وفي نفس الوقت تخلي كوعك مرمي لورا سنه صغيره. عايزك دايما تخلي الكابل بينزل ورا دماغك وبيتزق لفوق، ما بيتزقش لقدام. هتحس بالترايسبس معاك هتنفجر. وبكده اكون خلصت لك التمرينه وخلصت لك السايكل كلها. طبعا لو التمرينه عجبتك دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس. انا حسن رضوان، واحلى مسا عليك يا دبابات.